بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، ازيكم يا ايه عاملين ايه؟ معاكم نصرة. يلا كده لو دعمونا واشتركوا في القناة. طبعا شفنا الماتش السيء منتخب مصر مع كابتن حسام حسن. كابتن حسام حسن يا جماعة فاهم مش حافظ مش فاهم. يا كابتن حسام مش كل خطوة حضرتك تعملها تبقى تيجي كل ماتش. انت عملتها مرة اتنين لكن مش تالتة، مش هتيجي كده. واحنا قلنا كده الصبح والله. قلنا فريق السنغال بيضغط كويس وبيهاجم كويس وعندهم سرعات وعندهم التحامات قوية جدا جدا. مفيش التحامات النهاردة خدناها. محمد صلاح خايف يلتحم، مرموش خايف يلتحم، كلهم خايفين يلتحموا. فاحنا ما عندناش التحامات دي، كان بيلتحموا بس الدفاع ياسر ورامي وحسام عبد المجيد وامام عاشور نجم المباراه بصراحه من نجم منتخب مصر الوحيد اللي كان بيلعب. ده كابتن حسام يعني مش عارف بصراحه حضرتك بتفكر في إيه؟ انت اكيد مش هتلعب فرقه السنغال، اكيد مش فلاش ماتش اكيد يعني. حضرتك نزلت بنفس الخطه نفس التشكيل ولعبوا فاهم، واللي يحصل يحصل واللي يجري يجري. الشوط الاولاني ما عملناش شوطه، 30% لينا و70% لما استحواذ. الشوط التاني نفس القصة، مفيش أي حاجة خالص، مفيش كورة، مفيش هجمة، حتى لو بتبقى هجمة مرتدة مش عارفين نعملها. مش عارفين نعملها. دي طبعا مشكلة كبيرة جدا 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 مصر وقعت فيها النهاردة. إن كابتن حسام حسن نزل بنفس التشكيل نفس كل حاجة. أنت شايف الناس السنغال هجمة وضغطة، اعمل تغيير، طلع واحد من الدفاع ونزل تريزيجيه، نزل زيزو، نزل أي حد. شايف مرموش مش موجود طلعه. ايه المشكلة ما تطلع مرموش يعني؟ شايف صلاح مش موجود طلعه. ايه المشكلة ما تطلع صلاح يعني؟ ما بيطلع في ليفربول ما بيلعبش في ليفربول يعني. في مصر هيعمل لنا فيها ان هو خلاص ما بيطلعش. ليه ما بيطلعش؟ مش حاجه من صلاح. صلاح واقف ما بيجريش، حتى ما بيضغطش على اللعيبه لما يكون معاه الكوره. واي الكوره بتجيله بتتقطع منه، وفي التحامات ومفيش التحامات. ولا هو ولا مرموش. احنا ضيعنا بصراحه الماتش بايدينا. احنا كان ممكن نلعب احسن من كده، وممكن كنا على الاقل كنا تعادل نلعب وقت اضافي. لكن انت اصلا ما جيتش الماتش، ما جيتش اللعيبه ما جاتش. نص ملعب ما فيش، نص ملعب ما فيش امام عاشور، هجوم ما فيش هجوم خالص. دفاع يعني عمل اللي عليهم. يعني فاهم انت فعلا ما جيتش المباراة. انت ما جيتش المباراة، انت تعمدت، انت تعمدت تعودت ان انت تلعب بنفس الخطة نفس التشكيل واللي يحصل يحصل. هنجيب جون هنجيب التاني فاهم وهنكسب فاهم. لكن ده ما فيش كورة، مش كده. الكورة مش كده يا كابتن حسام. السنغال برضه ما كانتش قوية قوي، ما عملتش حاجة بس هي ماسكة كورة وفضلت تشوط على الجون وبتاع تعمل فاهم حاجات. لكن انت ما فيش حاجة، انت ما عملتش حاجة خالص، مفيش حاجة خالص يعني فاهم. فدي مشكلة كبيرة جدا جدا. يعني أنا رأيي كده بقى كابتن حسام حسن كده كفاية عليه بصراحة، ربنا يكرمه يعني عمل عليه وزيادة. احنا كنا متوقعين ان هو يطلع من دوري المجموعات، لكن ربنا كرمه وصل قبل النهائي. فكفايه عليه كده بقى، نشوف بقى مدرب جديد بقى يمسك الرايه مكانه. وكفايه على صلاح وكفايه على مرموش، مش عاوزينهم خلاص يعني. في اللعيبه دي اللي بتلعب بالشوكه والسكينه مش عاوزينها. شفنا النهارده، شفنا النهارده شفنا النهارده ساديو ماني مع انه برضه تنك شويه بس يعني جاب جول فاهم، وبيلتحم وبيروح وبيجي وبتاع. محمد صلاح بس بيتكلم عن حاجه، دوره كله بيتكلم عن حاجه. هو فاكر كابتن الفريق؟ لا، بيتكلم عن حاجه بس. يا كابتن محمد صلاح مش كده يا كابتن محمد صلاح. لكن خلاص اللي حصل حصل، الحمد لله على قدر شيء، قدر الله ما شاء فعل. فنشوف بقى هنعمل الفترة اللي جاية، هنكمل مع حسام حسن ولا؟ أصل أنا رأيي كفاية كده على حسام حسن، وكفاية على صلاح، وكفاية على مرموش. بقى يعني كنا نستنى نفرح بس الحمد لله قدر الله ما شاء فعل. يلا يا هلوية دعمونا واشتركوا في القناة. السلام عليكم.